السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سيلي's كيتشن. وحشتوني جدا، ولكن جايلكم بوصفة سهلة وبسيطة وفي منتهى اللذاذة. تعالوا ازاي نشوف هنعمل الوصفة دي. وصفتي هي كرات الدجاج المحشية أو دبابيس الفراخ المحشية. وكمان رمضان على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين، هتنفع جدا في العزومات. تعالوا ازاي نشوف هنعمل الوصفة دي. وقبل ما نبدأ وصفتي، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. في البداية بقى طاسة فاضية على النار، تقدروا تستخدموا أي نوع من الطاسات سواء كان ألمونيوم أو تيفال أو نيو فليم، اللي هو الجرانيت يعني. ضفت عليهم بقى معلقتين كبار سمنة، وأول ما دابت السمنة خلاص نزلت عليهم ببصلاية كبيرة مفرومة. تقدروا تستخدموا بصلتين وسط. هنشوحهم مدة دقيقتين على النار، بس البصلاية تبدأ تدبل على خفيف كده. هنزل عليهم بقى بكوباية إلا ربع من البسلة، تقدروا تقولوا من 100 ل120 جرام يعني. ربع كيلو بسلة نفصصها كده هتبقى هو ده الحبات المطلوبة. وجزراية متقطعة مكعبات صغيرة زي ما هنعمل البسلة بالجزر بالظبط. وهنشوحها دقيقتين 3 على النار، شوية لونها هيتغير. وبكده هي اندمجت مع السمنة والبصل. ضفت عليهم نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل أسمر، وكمان نص معلقة بهارات صغيرة، معلقتين كبار من صويا صوص. وتبدأوا ان انتوا تقلبوا كده واحدة واحدة. صويا صوص هنا اختياري جدا، ولكن انا حابة ان انا ادي الرز طعم شوية، وكمان اغير اللون بتاعه. فمرحلة الصويا صوص دي اختياري جدا. بالظبط دقيقتين. وهنزل بقى بنص كيلو رز بلدي مصري مغسول. تقدروا تستخدموا اي نوع طبعا، ولكن الرز المصري بيبقى حاجة تانية. هنقلب كل الكلام ده بس تاخد كده تشويحة بسيطة. وبعد كده هنزل بكوبايتين مية، اللي هو المج الشاي العادي، وهنقلبها تقليبة كمان. وبعد كده نغطي عليها، يعني تقدروا تقولوا هياخد 5 دقايق على نار عالية و5 دقايق تانيين على نار هادية، علشان يبدأ كده يعني يخش في السوا أو يكون نص سوا، عشان بس يفلفل جوه الفراخ. وهنا عندي كيلو من الدبابيس المخلية. يعني انتوا تقولوا كده لبتاع الفراخ احنا عايزين دبابيس مخلية، او تجيبوها في البيت وتخلوها عادي. طبعا هي مغسولة ومتظبطة ومتصفية. اخدت بقى كيس من الاستريتش راب، وتقدروا تستخدموا اكياس التلاجة العادية. وهبدأ بقى اخبط عليها بالشاكوش. الشاكوش ده موجود عند اي حد بيبيع مستلزمات اللي هي المنزلية او البلاستيكات، هتلاقوه موجود كتير جدا ومش غالي تماما. هنبدأ بقى إن إحنا نخبط كده على الدبوس علشان يبدأ يفرد ويكون الطبقة بتاعته رقيقة قوي. لأنها كل ما كانت رقيقة كل ما هتستوي صح، وكمان هتاخد من طعم الخلطة، وكمان الرز اللي هيكون حشوة ليها. فتحت الكيس بتاعي وخلاص طبقة الفراخ بقت جاهزة. هنجهز معانا بقى الرز زي ما اتفقنا، بعد ما استوى نص سوا كده ومفلفل جدا. مينفعش نسويه سوا كامل علشان يكون برضو مفلفل. ودي بقى بولة، أي طبق صغير، أي علبة بلاستيك صغيرة موجودة عندك، بس يعني تكون بالحجم ده. حطيت فيها بقى كده الستريتش راب وهو مفرود عليه الدبوس. وهنحط بقى معلقة كبيرة من الخلطة أو الحشوة. تقدروا زي ما قلتلكوا بقى تعملوا الحشوة اللي انتوا عايزينها في كرات الدجاج دي، بس دي أظبط طريقة ليها. كده خلاص أنا كبست بقى الرز كده شوية شوية بإيدي. وبعد كده بدأت أقفل الأطراف على بعضها علشان تكون محكومة جدا. ما تقلقوش مش هتتفك، بس نقفلها كويس. وهي مجرد ما هتلمس النار هتلاقوها كده كده بتلم على بعضها. وادي بقى الستريتش راب انا بقفله كويس جدا وبضغط علشان يكون زي الكورة، وزي ما احنا شايفين شكله مظبوط جدا. وادي بقى صينية بايركس مدهونة بزيت او سمنة او اي مادة دهنية، او اي نوع صاج موجود عندكم، او اي نوع صينية عادي. وبعد كده هاخد الكرة اللي احنا عملناها وهقلبها على ظهرها، يعني هيكون الوش هو الجلد. وبكده كملت كل الكرات. الكيلو من الدبابيس عملي 6 كرات بالشكل ده.
وفي الخطوة دي بقى في بولة فاضية بنزل ببصلاية مفرومة ناعم جدا طبعا، وكمان عليهم طماطمتين مفرومين ناعم، كل ده يا إما مفروم يا إما مبشور على المبشرة، ومعلقة كبيرة من الصلصة، معلقتين كبار من الصويا صوص، معلقتين كبار من الزيت، نص معلقة صغيرة فلفل أسمر، معلقة صغيرة من البهارات، وكمان نص معلقة ملح صغيرة، وهنقلب المكونات. وفي الخطوة دي عايزة أقولكم إن الفرن كان متولع على درجة حرارة 280، يعني يفضل تولعوه قبل ب10 دقايق. خلاص الخلطة بقت جاهزة جدا، وهنبدأ بقى إن احنا نوزعها على كرات الفراخ اللي موجودة. بالمناسبة تقدروا بقى في موضوع الفرن اللي شغال ده، تقدروا إن انتوا تخلوا الخطوة دي لو انتوا مش مستعجلين، تقدروا تحطوا الخلطة على الكرات وتسيبوها ساعتين 3 4 لو هتعملوها الصبح، وكمان هتبقى على ميعاد الغدا. عايزة أقول لكم هتاخد من الخلطة كويس جدًا وهتبقى أطعم وألذ كتير، ولكن في الوقت ده أنا كنت مستعجلة عليها بصراحة، فعشان كده الفرن كان متولع، وبدأت بقى أدخّلها على الفرن بالضبط ساعة إلا ربع وكان هو ده شكلها. وما تنسوش إنها كانت في نُص الفرن بالضبط، يعني لو احتجتوا الشواية عادي جدًا ممكن تشغّلوها 5 دقايق علشان الوش يحمر وياخد لون بالشكل ده. تعالوا بقى نحطها في طبق التقديم مع الحاجة اللي هتتقدم معاها. في ملحوظة كده عايزة أقول لكم عليها، بالمناسبة شوية الرز اللي اتبقوا أنا حطيت عليهم نص كوباية مية سخنة، وبعدين قفلت عليها مرة تانية وسبتها تستوي علشان أعمل بولة الرز اللي احنا شايفينها. وادي شكل كرات الفراخ بقى بجد واو، يعني حلوة قوي، مستوية صح، مظبوطة، طرية، الرز مفلفل جدا جواها، بصوا ازاي استوت صح جدا، طعمها ولا أروع حاجة في منتهى الجمال. زي ما قلتلكوا كده الرز أنا سويته وكملت التسوية بتاعته لوحده، رائع، وصفة بجد تستاهل التجربة. وهي دي كانت وصفة النهاردة، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيلي's كيتشن. بالهنا والشفا، باي باي.